أو تأخير ابيضاد الشعر أو علاج شيب الشعر المبكر. يعني الرسالة اللي كانت معانا من شوية 32 سنة وعنده شعر أبيض. هقول وصفتين لحضراتكم السهل إن احنا هنعملها التواصل عليها والاستمرار عليها إن شاء الله بعون الله عز وجل هتجيب نتيجة طيبة جدا. طبعا ما هيش صبغة، ولكن احنا نقول وصفة طبيعية لإعادة اللون تاني أو مساعدة بصيلة الشعر على إفراز الميلاتونين اللي هي المادة الصبغية بالنسبة للشعر. الوصفة الأولى هتخلط نسب متساوية من مسحوق أوراق العفص ومسحوق أوراق الكرات. الاثنين موجودين عند العطارين. مسحوق يعني أوراق العفص وأوراق الكرات تطحن جيدا بنسب متساوية من الحاجتين دولت، وهنضعها بالظبط مع الحنة العادية بتاعتنا، وهتوضع على الشعر وتترك 3 ساعات. ثم أنا آسف، الأول نسيبها 3 ساعات مع بعض، وبعد كده هتوضع على الشعر لمدة 6 ساعات. ثم يغسل، وهتكرر هذه العملية كل أسبوعين. أوراق العفص وأوراق الكرات بنسب متساوية هتخلط جيدا وتطحن جيدا هذه الكميات المتساوية من أوراق العفص وأوراق الكرات، وهتترك مع بعض مع الحنة لمدة 3 ساعات. تعجن عادة زي ما احنا بنستخدم الحنة العادية، تترك 3 ساعات ثم توضع على الشعر لمدة 6 ساعات كاملة. بعد كده بتغسل وتكرر هذه العملية كل أسبوعين. دي الوصفة الأولى، وأعتقد إن هي دي أسهل من الوصفة الثانية. الوصفة الثانية في غلي قشر الجوز الأخضر. دي قد تكون متوفرة في بعض البلاد العربية زي سوريا ولبنان. غلي قشر الجوز الأخضر حتى الذوبان، بيغلى تماما لغايه ما يبتدي ان هو يتحلل في الماء اللي احنا بنغليه. هيصفى بعد كده وهيخلط معاه زيت السمسم حتى يغلظ القوام. يعني نضع كميه من زيت السمسم لغايه ما يغلظ القوام معايا. هنستخدمه دهان للشعر يوميا. مع المداومة يبتدي تاني مادة الميلاتونين، بيحفز بصيلة الشعر على إفراز مادة الميلاتونين زي ما قلنا لحضراتكم. غلي قشر الجوز الأخضر حتى الذوبان. غلي قشر الجوز الأخضر حتى الذوبان ويصفى، وهيخلط معه زيت السمسم حتى يغلظ القوام لغاية ما القوام بتاعه يبقى غليظ شوية. وهنستخدمه دهان للشعر يوميا. مع الاستخدام هنجد إن شاء الله إن اللون الشعر ابتدى يعود إلى طبيعته مرة أخرى، ومش هيزيد اللون الأبيض اللي موجود في الشعر.